السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هعمل معاكم فيديو من فيديوهات التخليل بتاعة شهر رمضان. أعداء الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية باليمن والخير والبركات. كلنا مستنيين رمضان 4 أيام وعليكم خير، ورمضان إن شاء الله يجي. النهاردة هملح معاكم البصل، والبصل من المخللات اللي بتتخلل بسرعة. ان شاء الله الطريقه هتعجبكم، هتعتمدوها باذن الله. معايا البصل اللي هو الابيض، يا ريت نملح البصل الابيض يكون بالحجم الصغير اللي قدامنا ده. بلاش البصل الاحمر، بيعمل ريحه غير مستحبه، وكمان طعمه ما بيبقاش حلو وبيبقى حامي كده. البصل ده جميل، تملحيه ان شاء الله. وانا من عشاق البصل، لما بلاقيه في اي مخلل بمد ايدي والقطه. يلا خشي معايا في الفيديو ان شاء الله مش هتندمي. وملحي البصل بطريقه ام علي. اي فيديو للتخليل بتكون من الفيديوهات المحببه الى قلبي، وبستمتع قوي قوي وانا بعمله، لان بعمل التخليل بمزاج. يلا بقى ندخل الفيديو مع بعض. بس رايحه فين؟ حطي لايك للفيديو، حطي لايك للفيديو واشتركي في القناه لو لسه مشتركتيش. ويلا بقى بينا ندخل مع بعض فيديو تخليل البصل من ايد ام علي. وهنا حبايبي معايا حوالي اكتر من 1.5 كيلو بصل. لازم عشان املح البصل بتاعي لازم يكون حجمه صغير كده، ولازم ادور على البصل الابيض. ابعدي عن البصل الاحمر، لان لما اجي املحه بيدي ريحه مش كويسه، يعني مش محبوبه كده، وطعم ميبقاش حلو زي البصل الابيض. ويا ريت كمان تستبعدي منه كمان اللي هي بالحجم دوت، يا ريت كله يبقى الحجم الصغنن دوت. خلاص كده اكتر من 1.5 كيلو بصل. هنيجي نعمل اول خطوه معايا. هجيب حله يكون عندي كده كويسه، واحط فيها معلقتين كبار زي ما انتوا شايفين ملح، مش اكتر ولا اقل. خلاص هدوب الملح بتاعي وارفعها على النار. لسه هتبدا تغلي. دلوقتي هسقط البصل بتاعي بقشره زي ما هو. لسه انا فاتحه النار على فكره، مطفتهاش، عشان في ناس هيقولوا لي دلوقتي احنا كفايه بنحط عليه ميه سخنه وخلاص. لا، اعملي التكايه والحركه دي ومش هتندمي ان شاء الله. الناس هتقول لي انت كده بتسلقيه يا ام علي. هقول لكم لا، انا مش بسلقه. زي ما انتوا شايفين هو مغلاش، هي الميه بس عشان اخدت من البصل، فتحسي ان السخونيه بتاعتها قلت خالص. فكل اللي انا عملته اللي انا حطيت فيها البصل، لما تبدا تغلي هطفي عليها. في المرحله دي بقى انا هطفي البوتاجاز بتاعي خالص، وهقلب تقليبه وهغطي. بعد ما غطيت الحله بتاعتي هقعد البصل بتاعي يوم كامل، ونيجي بعد اليوم الكامل دوت نشوف الخطوه التانية هنعمل فيها ايه. سلام مؤقت لحد لما يعدي يوم ونرجع نشوف هنعمل ايه. وجينا حبايبي بعد يوم كامل، هفتح على البصل اهو. شايفين جميل ازاي؟ بص اللون اللي هو عمله. ادي البصل بتاعنا اهو، لسه ما ملحناهوش وريحته جميله. يبقى احنا نعمله بالطريقه الصح دي. انا همسك كده البصله هنضفها. بصوا هتلاقيها معايا، بصوا الجمال، تتقشر بسهوله اهو، تتقشر بسهوله زي ما انتوا شايفين. وادي حجم البصل بتاعي، بصوا الجمال. شايفين الجمال اهو قدامكم. بصوا بحب اقشر الطبقه اللي فوق كمان، يعني ايه اكننا، بصوا اهي شايفين. واجيب الحته اللي تحت بصل. هعمل الكميه كلها وارجع لكم عشان الوقت. وادي كميه البصل اهي بعد ما قشرته ونضفته. كل اللي هعمله ان انا هشطفه شطفه حلوه زي ما انتم شايفين. يلا بقى بينا نشطفه شطفه حلوه تحت الحنفيه، ونحطه في مصفى، ونيجي نعمل مع بعض احلى خلطه هنملح بيها البصل بتاع ام علي. اول حاجه هعملها هجيب جزره وهبشرها، شايفين من الفتحه الرفيعه دي، جزره بس. ادي الجزر اهو، هحط عليه معلقه صغيره حبه البركه بنفس الطريقه دي كده، حاجه صغيره كده. فصين 3 توم، ورق الغار او ورق الرورة، معلقتين زي ما انتوا شايفين شطه الهريسه كده. الليمون اللي قدامي ده هعصره
شايفين كده هعصره بالعصاره عشان خاطر البذر. حلاوه العصاره دي ان هي بتخلي البذر جوه. بنفس الطريقه كده هخلص الكميه بتاعت الليمون دي ونرجع نشوف هنعمله ايه. كده حبايبي انا جبت 4 كوبايات ميه سبق غليهم. اي مخلل يا حبايبي لازم ان احنا يكون الميه بتاعته سبق غليها عشان ما تبوظليش تعمل الريم الابيض ده. ادي طبعا كل مج زي ما احنا عارفين واحنا ملحنا مع بعض كتير قبل كده عليه معلقه كبيره ملح، وازود واحده كمان من عندي عشان البصل بتاعي يفضل مقرمش على طول. هحط معلقتين سكر، ادي معلقه وادي معلقه. ادي نص المج بتاع الليمون اللي انا عصرته معاكم اهو. طب ايه تاني؟ طبعا عشان نحافظ على القرمشه برضو معلقتين او 3 كبار خل. ادي 1 2 3. على فكره كده 100 100 والحدق بتاعه جميل. اركنه على جنب بقى واكمل الخطوات بتاعتي. هجيب الطبق بتاعي، بصوا زي الفل ازاي، شايفين؟ هجيب الخلطه بتاعتي الجميله دي احطها عليه. يعني احنا لما بنيجي نعمل حاجه في بيتنا بتبقى ابداع، مش زي بتاعت المحلات ابدا. يعني المحلات بتسترخص لكن احنا بنحط حاجات طعمها جميل. هقلب كده تقليبه حلوه. وطبعا انتوا شايفين الطبق لسه ما اتملحش وبيتكلم عن نفسه، حاجه خطيره جدا. خلاص اللي هعمله بقى حبايبي هركن ده كده على جنب، وهجيب برطمان عندي لازم يكون ازاز. انا بحب قوي املح في البرطمانات الازاز لانها ما بتعملش ريحه وتبوظ لي المخلل بتاعي. ما تعملش ريحه وحشه للمخلل وكمان ما تخلوهوش يبوظ ويقعد مده كبيره، محتفظ بقيمته، محتفظ بمكوناته وكمان بقرمشته. كل اللي هعمله اللي انا بالراحه كده هنزل الخلطه بتاعتي دي هنا زي ما انتوا شايفين بالراحه. بصوا حبايبي ادي اهو. هنزل بقى بالراحه كده بالميه بتاعتي. هعمل كمان حاجه بسيطه قوي احفظ بيها البرطمان بتاعي مده طويله. هحط عليه حبه زيت بسيط كده. عايزه اقول لكم ان مخلل البصل بتاعي انا ذات نفسي لما يكون فيه مخلل مشكل قدامي بمد ايدي انقي البصل. يعني انا ده العشق بتاعي. في ناس كتير بيقولوا لي احنا مش بنحب البصل، جربي خلي لي البصل بطريقه ام علي بالطريقه الجميله دي وان شاء الله باذن الله مش هتبطلي تعمليه. هيبقى ريحته جميله، هيفضل يقرمش معاكي لاخر واحده في البرطمان. يلا بقى يا رب كده تكون الطريقه عجبتكم، يا رب كده اكون ضيفه خفيفه عليكم، وان شاء الله باذن الله هفتح عليه النهارده لحد ورمضان كل سنه وانتم طيبين. يوم الخميس الجاي ان شاء الله اسبوع بالكتير وهاكل منه. هتقولي لي خللتيه ليه متاخر يا ام علي؟ هقول لك ان البصل من المخللات اللي ملهاش روح، يعني هتتخلل معاكي بسرعه كده. انا عندي غطا محكم ان انا هجيب كيس كده بتاع الخضار بتاعي هحطه كده اهو وهقفل قفله حلوه وهركنه على جنب في اي حته في المطبخ. كده انا وصلت معاكم لحد نهايه الفيديو. يا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم ويا رب تكون الطريقه سهله واستفدتوا منها. وادي المخلل بتاعي بتاع البصل بيتكلم عن نفسه والريحه روعه، ولسه طبعا كمان لسه اما يقعد هيشرب من التتبيله وهيتملح احسن واحسن. يلا كده اتمنى ان انت تحطي لي اللايك. حطي لايك للفيديو، حطي لايك للفيديو واشتركي في القناه لو لسه ما اشتركتيش. فعلي زرار الجرس على كلمه الكل ان شاء الله عشان تبقي من اصدقاء ام علي وتوصلك كل فيديوهاتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في فيديو جديد من فيديوهات ام علي المتنوعه.